مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الفضائية الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. إصابة 94 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. تطور برامج رعاية الأمومة والطفولة في البلاد. دعوة للعمل من أجل تحسين نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة في إقليم شمال البحر الأحمر. كوريا الشمالية تعلن أنها اختبرت صاروخا خارقا لسرعة الصوت بإشراف كيم جونغ أون. ورئيس البنك الدولي يتوقع تباطؤا في النمو العالمي خلال العامين القادمين. الأرجنتين تتحول إلى فرن مع تعرضها لموجة حر قياسية. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل والفحص في الإقليم الأوسط والجنوبي وإقليمي عنسبة وشمال البحر الأحمر قد ظهرت إصابة 94 مواطنا بفيروس كورونا، فقد ظهرت 72 إصابة في الإقليم الأوسط، 12 منها في مراكز العزل و60 في مراكز الفحص، وهي في أخريا وترافولا وججرت وبراديزو ووسط المدينة وبشاول وسجنيتي ومصوع وحرقيقو، و12 إصابة في إقليم عنسبة، 3 في مركز العزل بمدينة كرن، و9 في مراكز الفحص بعيلة برعد وكرن وعتك الهزال، و7 في مراكز الفحص في دباروا ومندفرة وعرزة وميدمة في الإقليم الجنوبي، و3 إصابات في مركز العزل بمصوع في إقليم شمال البحر الأحمر. في غضون ذلك شفي 54 مريضا بوباء كورونا، 42 من الإقليم الأوسط و12 من الإقليم الجنوبي، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 8653، شفي منهم 8116 وتوفي 84 مريضا، فيما لا يزال 453 من مرضى وباء كورونا يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 12 من يناير 2022. أوضح مسؤول الصحة الإنجابية في وزارة الصحة السيد إفريم زبآي بأن تغطية خدمات متابعة الحوامل في 259 مؤسسة صحية قد بلغت 98%، وذكر بأن متابعة الحوامل التي كانت 4 مرات في السنة زادت في العام 2022 إلى 8 مراجعات طبية، وأشار إلى أن الفحوصات المخبرية التي تجرى للحوامل من أجل تشخيص فيروس HIV أظهرت انخفاض الإصابة إلى 0.36% من حوالي 2.4% عام 2003. وذكر بأن أنشطة التوعية التي جرت من أجل تشجيع الولادة في المؤسسات الصحية مكنت من بلوغ نسبة الولادة في المؤسسات الصحية إلى 71%. وقال بأن 85% من المؤسسات الصحية العاملة في البلاد تقدم خدمات إجراء عمليات الجراحية للولادة، كما يجري العمل من أجل دعم المؤسسات الصحية المتبقية بالكادر الصحي والمعدات، موضحا بأن مركز علاج الناسور القائم في مندفرة منذ عام 2007 أدى إلى ارتفاع نسبة الشفاء من المرض إلى 95%، متجاوزا نسبة 90% الموضوعة على المستوى العالمي. وحول سرطان عنق الرحم، أوضح السيد إفريم بأن انتشار المرض يصنف في المرتبة الرابعة في العالم والمرتبة الثانية في إفريقيا، وأن الدراسات تشير إلى وفاة حوالي 266 ألف امرأة سنويا في العالم بسبب سرطان عنق الرحم، وأن 87% من هذه الحالات توجد بالدول النامية. كما أشار إلى وجود برنامج لتطعيم الفتيات من عمر 9 وحتى 14 خلال عام 2022 لمكافحة سرطان عنق الرحم الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد سرطان الثدي. دعا مكتب التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر في التقييم الذي أجراه لتضافر الجهود من أجل تحسين نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة التي بدأت في الانخفاض. وقال منسق امتحانات الشهادة الوطنية للمرحلة المتوسطة الأستاذ أحمد عمر في الاجتماع الذي عقد في 11 من يناير بمشاركة مسؤولي المدارس والمشرفين التربويين والمدراء، قال بأن تحسين نتيجة الامتحانات تتطلب إحداث تغيير شامل في العمل. كما أشار إلى نجاح 39.4% من الطلاب الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي 2020-2021 والبالغ عددهم 4082 طالب، وأن نسبة نجاح المدن بلغت 48.8% والريف 26.8%، ويتطلب العمل المنسق مع الجهات المعنية لتضييق هذه الفجوة.
وأوضح مسؤول التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان بأن الدراسات الأولية التي جرت للمدارس منخفضة النتائج قد أعطت مؤشر للبرامج الواجب تنفيذها من أجل رفع قدرات وكفاءة الطلاب. ودعا الاجتماع لتنفيذ أنشطة توعية مكثفة في أوساط أولياء الأمور لرفع نتائج الطلاب وتأهيل المعلمين وتحسين البنى التحتية للمدارس لضمان جودة العملية التعليمية. وأوضحت مديرة قسم الزمالة والامتحانات الوطنية الدكتور حليمة محمد بأن نسبة النجاح لامتحانات الشهادة الوطنية للمرحلة المتوسطة سترتفع ل 45% من هذه السنة، مشددة أهمية تدريب المعلمين بالقدرات الذاتية إلى جانب برنامج التدريب الذي تقوم به وزارة التعليم للدفع بالعملية التعليمية. تساهم مدارس السنة بدور كبير في التنمية الخضراء من خلال أنشطة التشجير التي تقوم بها، ويسهم التشجير الجاري داخل المدارس بدور كبير في تحسين العملية التعليمية إلى جانب توفير الزينة والظلال الوريفة، فضلا عن ترسيخ ثقافة التشجير لدى الطلاب. وقال مدير مدرسة كوخب صباح الأستاذ دسالي هابتي بأن اخضرار المدرسة تحقق بفضل تضافر جهود المعلمين والطلاب، كما يجري العمل الآن لضمان استمراريته. وأوضح الأستاذ هابتو توليه بأن الأشجار المثمرة التي زرعت في المدرسة تجنى فوائدها الآن، مؤشدا بتعاون إدارة ضاحية مسكرم. يذكر بأن مدرسة كوخب صباح حازت على المرتبة الأولى في الحملة الخضراء التي جرت بإقليم القاشبركة خلال الاحتفال بمناسبة 15 من مايو اليوم الوطني للتشجير عام 2019. ومن جهته أشاد مسؤول التعليم في مديرية التسنية الأستاذ سرافيل تخل قرقيش بالمعلمين والطلاب والشباب المساهمين في حملة التشجير، داعيا للاهتمام بالمدارس التي تفتقر للأسوار من أجل ضمان النجاح الأكبر لأنشطة التشجير. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية. ابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون شخصيا على تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ فرد صوتي في ثاني اختبار من نوعه تجريه بيونغ يانغ في أقل من أسبوع، وفق ما أعلنت عنه كوريا الشمالية. وقالت وكالة أنباء كوريا الشمالية المركزية الرسمية أن الصاروخ الذي أطلق حمل رأسا حربية انزلاقية فرد صوتي أصاب هدفا في البحر يبعد 1000 كيلومتر. وأضافت أنه خلال اختبار إطلاق النار النهائي تم التحقق بشكل أدق من القدرة الفائقة على المناورة التي تتمتع بها الوحدة القتالية الخارقة لسرعة الصوت. وكان الجيش الكوري الجنوبي قد قال أن عملية الإطلاق وصلت إلى فرد صوتي وأظهرت علامات واضحة على التقدم مقارنة بالتجربة التي أجرتها بيونغ يانغ الأسبوع الماضي. وهذا ثالث اختبار من نوعه تجريه بيونغ يانغ على صاروخ فرد صوتي بعد اختبار أول أجرته في سبتمبر 2021 وثاني الأسبوع الماضي. توقع البنك الدولي بأن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 4.1% عام 2022 وإلى 3.2% عام 2023 مقارنة ب 5.5% العام الماضي. وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس أن الاقتصاد العالمي يواجه في وقت واحد وباء كورونا والتضخم وعدم اليقين السياسي. وأضاف أن تزايد عدم المساواة والتحديات الأمنية مؤلمة بشكل خاص للبلدان النامية. ويرتبط تقرير البنك الدولي التباطؤ الكبير باستنفاذ احتياطيات الطلب المؤجل وتغليص الإجراءات المالية والنقدية للدعم الاقتصادي حول العالم. وحذر الخبراء من أن التباطؤ الكبير في النمو لأكبر الاقتصادات بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والصين سيؤثر في الطلب الخارجي على المنتجات من البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية. كما حذروا من أن التفشي الجديد لسلالات كورونا واستمرار الاختناقات في سلاسل التوريد التصنيعية والضغوط التضخمية وزيادة الضعف المالي يمكن أن يزيد من مخاطر الهبوط الحاد. تشهد الأرجنتين موجة حر لم يسبق لها مثيل في تاريخها مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز 40 درجة مئوية، مما يجعل البلاد لفترة من ساعات اليوم أكثر الأماكن حرارة على سطح الأرض، ويضغط ذلك بشدة على شبكات الكهرباء ويجبر السكان على البحث عن الظل اتقاء للحر القائص بسبب رويترز.
ومع ارتفاع درجات الحرارة لتحوم حول 45 درجة مئوية في أجزاء من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، انقطعت الكهرباء عن مئات الآلاف عندما تعطلت شبكات التوزيع في العاصمة بيونس آيرس المكتظة بالسكان وما حولها. وزاد ارتفاع درجات الحرارة في الأرجنتين مقارنة بأجزاء من أستراليا التي تراجعت درجات الحرارة فيها، والحق الطقس الحار المائل للجفاف في الأرجنتين والناتج عن ظاهرة الاحتباس الحراري ألحق أضرارا بالمحاصيل، مما يجعل البلاد أكثر الأماكن سخونة على وجه الأرض حاليا. في الخبر الأخير، اندلع حريق ضخم في حي فقير بمدينة إيكيكي في شمال تشيلي، والتهم أجزاء واسعة من المدينة ودمر أكثر من 100 منزل. وواجه رجال الإطفاء الذين كافحوا لإخماد الحريق صعوبات شديدة لإمداد شاحناتهم بالمياه. ولا يزال سبب الحريق مجهولا، كما لا توجد معلومات عن مصابين، حيث تعمل السلطات المعنية على تجهيز عدد من الملاجئ لإيواء من شردتهم النيران. مشاهدينا الفاضل، في نهاية النشر إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إصابة 94 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. تطور برامج رعاية الأمومة والطفولة في البلاد. دعوة للعمل من أجل تحسين نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة في إقليم شمال البحر الأحمر. كوريا الشمالية تعلن أنها اختبرت صاروخا خارقا لسرعة الصوت بإشراف كيم جونغ أون. ورئيس البنك الدولي يتوقع تباطؤا في النمو العالمي خلال العامين القادمين. الأرجنتين تتحول إلى فرن مع تعرضها لموجة حرق آسيا. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.